واحد بيحكي لصاحبه بيقول له كنت مرتبط ببنت يا معلم، وكل يوم اسال عليها كلتي وصلتي نزلتي عملتي سويت. بص بقى، اهتمام من اللي قلبك يحبه، ومش محتاجه حاجه، وصلت اجي اوصلك كنت فاكر ان ده الطبيعي، لحد ما في يوم حسيت كده ان من جوايا انا عايزه ابطل اسال، مش عشان زهق ولكن عشان هي تسال حتى مره واحده، يعني تبادلوا نفس مشاعر لمره واحده. عدى يوم واتنين، اسبوع، ولا رساله ولا مكالمه ولا سؤال. يا اسطى البت ما قالتليش حتى انت عامل ايه. ولما رجعت انا اكلمها واسال عليها لقيتها بتقول لي انت اتغيرت. قلت لها انا ما اتغيرتش، انا بس بطلت اعمل الدورين. وساعتها فهم ان في فرق كبير قوي، شخص بيحبك وشخص متعود على وجودك، على سؤالك، على الحاجه اللي بياخدها منك. في نوعيات من الناس بتحب الحاجه انت بتقدمها، اول ما تبطل تقدم تتكشف الحقيقه، تفضل تدي 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 تدي، تيجي بقى عشان تاخد ما تلاقيش بقى. يا اسطى مفيش منه الكلام ده. خلصت دورك، طب دورك. لا مش عايزه. كنت بتعمل كده من تلقاء نفسك. هل انت فهمت مكانتك عندي ايه من بدايه العلاقه، ولا انت فضلت تدي 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 من غير ما تعرف حاجه؟ هل انت فضلت تدوس 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 لحد ما وقعت؟ عايز؟ لا، انا ما وعدتكش بحاجه والله، احنا كنا اصحاب. افهم واعرف طبيعه العلاقه ايه. انا هفضل اقضي طاقتي لحد انا مش عارف انا عنده ايه؟